الكعبة قبلة المسلمين وأعظم الأماكن والشعائر في قلب كل مسلم سواء عربي أو غربي. سنة 1936 اتولد جهمان العتيبي اللي دخل الكعبة وحاول يحتلها ومعاه المهدي المنتظر، القصة اللي انت أكيد ما تعرفش عنها حاجة. إلى كل من هو بداخل الحرم الشريف توجه لكم حكومة جلالة الملك خالد هذا الإنذار: سلموا أنفسكم والقوا سلاحكم. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. جهمان ما كملش تعليمه، يعني يا دوب وصل للصف الرابع وبعدين ساب المدرسة، وعلشان ما كملش تعليمه خدم في الجيش السعودي مدة طويلة وخرج. ووقتها كان في جماعة عاملة قلق شوية في السعودية، ليهم أفكار تشددية. واحدة منهم إنهم بيشوفوا إن التليفون واحدة من أعمال الشيطان، لدرجة إنهم بيقطعوا سلوك الكهرباء بتاعة التليفون من الشوارع علشان عمل الشيطان ده. المهم خلال الفترة دي اتعرف على واحد اسمه محمد بن عبد الله القحطاني، وعلاقتهم قوية جدا لدرجة إن جهمان جوز أخته لمحمد ابن عبد الله، وبدأ يقنعه إنه ينضم للجماعة اللي هو فيها، ووافق بالفعل. وبدأوا هما الاتنين يقنعوا ناس تانية للانضمام للجماعة، وبالفعل وصل عددهم ل 300 شخص، وطبعا كلهم بنفس الأفكار التشددية. وفي يوم كلهم كانوا قاعدين سوا، يقوم جهمان يقول: يا اخواني أنا جات لي رؤية خير، اللهم اجعله خير. حلمت إن المهدي المنتظر هو محمد ابن عبد الله القحطاني. وطبعا أصواتهم بدأت تعلى: الله الله، إنها رؤية جميلة وكده يعني. لحد ما يجي بعدها واحد منهم يقول إن حلم بنفس الرؤية، ويجي الشخص الثالث ما بينهم بعد فترة يقول إن حلم بنفس الحلم. وهنا بدأ محمد بن عبد الله يحس إن هو المهدي المنتظر بجد، وخصوصا إن جهمان كبر الموضوع قوي لما أقنع محمد بن عبد الله والجماعة كلها إن ده المهدي المنتظر، وخصوصا من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن هيكون من صفات المهدي المنتظر إن اسمه على اسم النبي، يعني هيكون اسمه محمد بن عبد الله. لا وخد الكبيرة، قام جهمان استشهد بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام اللي فيما معناه إن هيجي كل 100 سنة واحد على الأمة يجدد إيمانها. وشوف سبحان الله، يكون الوقت ده بداية عام هجري جديد، يعني مع بداية سنة 1400 وكده، يعني 100 سنة جديدة، وإن المهدي هيجي في وقت هيكون فيه فساد في الأرض. وطبعا الجماعة دول هم اللي شايفين إن التليفون من عمل الشيطان، يعني عز الفساد في الأرض. وبكده اقتنعت الجماعة، حتى محمد بن عبد الله نفسه، إن هو المهدي المنتظر. خلاص مفيش كلام، وبدأوا يفكروا إن المهدي لازم الناس تبايعه، زي ما احنا نعرف عن قصة المهدي المنتظر. ومكان المبايعة الكعبة الشريفة، وعشان يدخلوا الكعبة ويعملوا خطط لأقذر حدث ممكن أي مسلم يفكر فيه، فدخلوا المسجد بعد صلاة الفجر ومعاهم كام نعش مفروض إن فيه ميتين علشان يصلوا عليهم. ويدوب دخلوا الكعبة وقاموا مطلعين من جوه النعش أسلحة، وقفلوا مداخل الكعبة كلها. وكان جوه الحرم المكي ما يقرب ل50,000 مصلي ومعتمر. وطلع جهمان وقال للناس عن المهدي المنتظر، وطلب منهم إنهم يبايعوه، وإن اللي هيحاول يهرب هيتضرب بالنار. وفعلا في ناس بايعته، وخصوصا لما في ناس حاولت تهرب اتضربت بالنار داخل الكعبة. وكل ده ما كانتش الحكومة السعودية عندها فكرة قوية عن اللي بيحصل، لأن الحراسات وقتها ما كانتش كتيرة زي دلوقتي. وبعتت دورية شرطة فيها 4 أفراد أمن عشان يشوفوا إيه الحكاية، ويتفاجئوا بإطلاق نار عليهم ويموتوا. وهنا فهمت السعودية خطورة الموقف، بس موقفهم هم نفسهم كان صعب، لأن الكلام ده بيحصل جوه الحرم المكي، يعني مكان أصلا ما ينفعش يكون ساحة قتال. والسبب التاني إن الكلام ده كان في أول يوم في شهر محرم، الشهر اللي محرم فيه على المسلمين الحرب. وبكده موقفهم بقى صعب جدا، لحد ما عدد من علماء الدين الإسلامي في العالم كله أفتوا بإن القوات السعودية في الحالة دي يجوز ليها القتال. واتحركت فعلا القوات السعودية بمدرعات اتجاه الكعبة اللي متقفلة من كل مكان، ويتفاجئوا بإن رجالة جهمان على المآذن بتاعة الحرم اللي ارتفاعها 45 متر تقريبا، وكاشفين بسببها كل اللي حوالين الحرم، فيرموا قنابل عليهم معمولة يدويا على المدرعات دي. وخلال الأحداث دي كان إيمانهم بيقوى إن ده المهدي المنتظر، لأنه مع كل ده ما ماتش من أي محاولة من محاولات ضربه بالرصاص المهدي جدا يعني، لحد ما يتصاب ويموت محمد بن عبد الله القحطاني
داخل الحرم، وهنا ابتدت عزيمتهم تقل ويدخلوا الأنفاق اللي تحت الحيز بتاع الحرم. وكل ده والعالم العربي ما كانش يعرف أي حاجة لسه. والسعودية كانت طلبت المساعدة من فرنسا في الحكاية دي، وفعلا بعتت فرنسا عدد من ضباط النخبة علشان تساعد السعودية في الحكاية دي. بس هنا ظهرت مشكلة جديدة، إن مكة ممنوع الدخول فيها أي حد غير المسلمين، والفرنساويين ما كانوش مسلمين، فعملوا غرفة عمليات عن بعد بعيدة شوية عن مكة في حتة اسمها الطائف، وحطوا الخطة اللي مفروض فيها إن القوات السعودية هتعمل حفر حوالين مكان الحرم اللي تحت منه الأنفاق، وهيترمي جوه الحفر دي غاز بيعمل شلل حركي. وفعلا نجحوا ودخلوا قبضوا على جهمان والباقي من رجالته، وكان عددهم 36 شخص. وبعد شهر اتقسموا ل4 مجموعات، كل مجموعة فيهم اتعدمت في ميدان عام، وأولهم جهمان العتيبي. الكلام ده كان سنة 1979. وبعدها طلع أسامة بن لادن تصريح شكك الكل إن هو اللي ورا الأحداث الكارثية دي. قولي في الكومنتات كنت تعرف حاجة عن القصة دي وحابب أحكي لك عن أسامة بن لادن. وما تنساش لو كنت على الفيسبوك تعمل كومنت وشير، ولو كنت على اليوتيوب تتأكد إنك عامل سبسكرايب. أنا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.